مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. قررت اليوم أعمل كيك بمكونات بسيطة وموجودة بكل بيت، وهشة وطرية واسفنجية وعلى كيفكم. ويلا نبدأ بالمكونات، تعالوا معنا. أول إشي بنحط 2 بيضة بحرارة الغرفة، يكونوا حجم وسط يعني ما يكونوا في التلاجة. بنحط فانيلا كم رشة عليه وكاسة سكر، وبنحركهم عبال ما الخليط يتجانس، عبال ما يصير لونه هيك. شايفين كيف لونه ما أحلاه؟ لونه أبيض هيك. وبنحط نص كاسة زيت نباتي ومعلقة خل وكاسة حليب، وبنحرك كل المكونات مع بعض. تمام، بنحرك. وبنحط كاستين طحين بالتدريج. أول كاسة بنحطها وبنحرك. تمام، وبعدين بنحط أخرى كاسة طحين وبنحركها كتير كتير منيح. يعني هيك بنكون حاطين كاستين طحين لحتى يصير بهذا القوام. وبنحط باكيتين بيكنج باودر، وبنحط رشة ملح، وبنحرك كتير منيح. وبنحط معلقتين كاكاو خام كبار، وبنحرك كتير منيح. إذا عندكم مضرب كهربائي حركوا فيه، ما عندكم حركوا بالمضرب اليدوي، عبال ما يصير بهذا الخليط بهذا الشكل، بهذا اللون. وبنجيب قالب كيك وبنحط شوية سيرج وبندهن الأطراف ومن كل الأماكن. نحط شوية طحين وبنسكب الخليط بالقالب. حبايب، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير، ما تنسوش. وبنغطي قالب الكيك وبنحط على نار واطية جدا هادية، وبنغطيه بفوطة مشان ما يطلع البخار لمدة 30 دقيقة. وبدنا نعمل صوص الكيك. بنحط فنجان حليب ومعلقة كاكاو خام كبيرة ومعلقة وفنجان سكر وفنجان زيت نباتي وفنجان مي، وبنحطه على نار هادية وبنحركه كتير منيح. بدنا نحرك حتى يصبح بهذا القوام. وبعد مرور 30 دقيقة بنشوف الكيك وبنختبر الكيك بعودة. إذا العودة ناشفة يبقى الكيكة تمام مستوية، وهيك بيكون جهز الكيك وتمام التمام. فل الفل، يا عيني يا عيني، ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد. وبندير عليه الصوص وبنزينه. بنزين الكيك. وصحة وألف هنا على قلوبكم. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وشير ولايك وتفعلوا الجرس. ما تنسوش اللايك